هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما أرسلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 17 من فبراير. وكما عودناكم السماعات الكريمات والمستمعين الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف اللقاء الذي أجراه مع الأستاذ عثمان فاكاي مدير معهد أبو هريرة التعليمي في مدينة القضارف، وفيه يتابع أنشطة المركز. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. منظمة الشفافية الدولية تصنف إريتريا ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. الجامعة العربية تعلن مساندتها للسودان حول الخلاف الحدودي مع إثيوبيا. تسمية السفير الأماراتي إلى إسرائيل. أخيرا رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعلن عن خطط لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اقتحام الكونغرس. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. في تقريرها السنوي عن الفساد في العالم لسنة 2020، صنفت منظمة الشفافية الدولية Transparency International إريتريا في المركز 169 من إجمالي الدول البالغ عددها 180 دولة، وحصلت إريتريا على 21 درجة من 100 درجة في مقياس الفساد الذي تعتمده المنظمة ذات الصدقية العالية. ويعتمد المقياس على وجود ميزانية واضحة وشفافة للدولة، واعتماد الشفافية والمحاسبة الإدارية والقانونية، وحسن توظيف المال العام، وقلة فساد الحكام. وحسب نفس التقرير، نالت كل من الصومال وجنوب السودان المركز قبل الأخير بحصولهما على 12 نقطة من 100 باعتبارهما أكثر دول شرق أفريقيا فسادا. وجاءت رواندا في المركز 49 بحصولها على 54 نقطة باعتبارها أقل الدول الأفريقية فسادا. ومنذ تحرير إريتريا في عام 1991 لا تعرف للدولة ميزانية معلنة في وسائل الإعلام، ولا تعرف كذلك عوائد وسبل صرف مدخلات السلع الوطنية مثل الملح والذهب والنحاس والأسماك والصادرات الزراعية. قالت وكالة السودان للأنباء أن جامعة الدول العربية أعلنت التزامها الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء، مؤكدة في هذا الصدد وقوفها مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادة أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الجامعة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين. وقالت الوكالة أن المصدر دعا إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة، تأسيسا على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه، ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين. عد السفير محمد محمود آل خاجة اليمين الدستورية أمام نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم كأول سفير لدولة الأمارات العربية المتحدة في إسرائيل. وجاءت تسمية السفير الأماراتي بعد 4 أشهر من توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الأماراتية، والتي تعهدت بإحلال السلام بين البلدين وتطبيع العلاقات الثنائية، إضافة إلى اجتثاث الفكر المتطرف في المنطقة وإنهاء النزاعات ومنح الأطفال مستقبلا أفضل. ويعتبر تطبيع العلاقات بين الأمارات والبحرين وإسرائيل من أهم إنجازات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الشرق الأوسط. ذكرت البي بي سي في خبر لها من واشنطن أن نانسي بيلوشي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت أن الكونغرس سوف يشكل لجنة خارجية مستقلة للتحقيق في الهجوم الذي تعرض له مقر الكابيتول في 6 من يناير الماضي. وأوضحت بيلوسي في خطاب أرسلته إلى أعضاء الكونغرس
أن هذه اللجنة سوف تشكل على غرار التحقيق في هجمات 11 من سبتمبر من عام 2001. وأضافت رئيسة مجلس النواب: لابد أن نعرف كيف حدث ذلك، ويأتي ذلك عقب تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهمة التحريض على العصيان أثناء المحاكمة التي خضع لها في مجلس الشيوخ. واتفق الديمقراطيون وبعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس على دعم فتح تحقيق مستقل في أعمال الشغب التي شهدها مقر الكونغرس أوائل الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص. هذه إذاعة إرنا. استمعتم مستمعاتي الكريمات فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. منظمة الشفافية الدولية تصنف إريتريا ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. الجامعة العربية تعلن مساندتها للسودان حول الخلاف الحدودي مع إثيوبيا. تسمية السفير الإماراتي إلى إسرائيل. أخيرا رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعلن عن خطط لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اقتحام الكونغرس. استمعتم مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات، وهذه المرة يسرنا أن نفتح النافذة على صرح تعليمي ومهم جدا. موجود هذا الصرح في مدينة القضارف، وهو مركز أبو هريرة، ويتحدث معنا أحد المهتمين بهذه العملية وهذا المركز الهام، أستاذ عثمان فاكاي. مرحبا بك أستاذ عثمان في هذا اللقاء. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. طيب، أول كذا عرفنا باسم المركز تعريف كامل. المركز هو المركز أبا هريرة النموذجي لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، موجود في مدينة القضارف بدار السلام. طيب، المركز تأسس 200 أستاذ عثمان؟ هذا المركز تأسس عام 2000 ميلادي. جميل. المركز ده أهم نشاطه شنو؟ أهم نشاطه أنه يدرس المرحلة التأسيسية وما قبلها اللي هي مرحلة الحضانة، وهو أصلا نشأته لتحفيز القرآن الكريم وأضافوا عليه اللي هو الحضانة. جميل. طيب، المركز ده علاقته بالمنهج التابع لوزارة التعليم والتربية في السودان شنو؟ هو نفسه المنهج لتأهيل الطلاب في المرحلة الأساسية، بس في إطار المركز اللي هو من ابتداء من تحفيز القرآن ثم القراءة والكتابة في المرحلة الأساسية وما قبل المرحلة الأساسية وهي الروضة، وهو نشأ كروضة وجمعية تحفيز القرآن الكريم في سنة 2000. جميل. لما يتخرج الطالب في مرحلة الأساس اللي هي المرحلة الابتدائية، نعم، طوالي يلتحق بالإعدادي؟ طوالي يلتحق بالإعدادي وبالمرحلة الإعدادية وبالمدرسة الرسمية ويواصل تعليمه الحكومية، ويواصل كالعادة تعليمه. يعني هو يأهله في اللغة العربية، ويؤهله في اللغة الإنجليزية المركز، ويؤهل في العلوم في الساينس والحاجات. جميل. طيب، وحفظ القرآن الكريم؟ نعم، ده البداية، ده الغرض اللي انشأ من أجله أصلا. يعني هو انشأ كجمعية تحفيز القرآن الكريم. طيب، الطالب اللي بيكمل المرحلة الابتدائية في المركز بيحفظ كم جزء من القرآن؟ في المرحلة دي على حسب يعني متابعة الاهتمام المركز في الطلاب المستمرين بيحفظوا نصف القرآن يعني، وفي منهم من يكمل القرآن. ما شاء الله. طيب، المركز حتى الآن خرج كم واحد؟
المركز حتى الآن اللي هو اللي تأهل واللي تخرجوا منه في المرحلة التأسيسية وما دونها 9500 طالب، بموجب سنويا 500 طالب. جميل. هل من الطلاب من أكمل ودخل الجامعة من خريج المركز؟ نعم، فبعد منهم تخرج وأكمل الجامعة في الهندسة وفي الطب، ومنهم مثلا على سبيل المثال مثل الأخ خالد والأخت منى في الآن دكتوراه هذا العام آخر سنة لها في الجامعة. وكلهم موجودين في السودان؟ أغلبهم كلهم موجودين في السودان. جميل. لكن سمعت واحد منهم الآن جاء استراليا، بس حتى الآن لم ألتقي به هنا في استراليا، أعتقد في مدينة أخرى لأن أنا موجود في ملبن. جميل. طيب كلمنا كده عن المعلمين. المعلمين اللي هم عددهم 5 معلمين، بالإضافة إلى مجلس إدارة المركز، وإدارة المركز برضو تتكون من نفس العدد، ومدير المدرسة اللي هو الدكتور محمد أحمد إبراهيم. جميل جدا. يعني هل من طلابه في ناس في من عاد كمعلم للمدرسة؟ بعض الطلاب الآن هم عون، وهم اللي قاعدين يساعدوا اللي هم اللي تخرجوا من هذا المركز في المرحلة الأساسية، وهم الآن رجعوا ويدرسوا ومهتمين بشؤون هذا المركز باعتبارهم أنهم كانوا جزء منه. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. جميل. نحن معكم مستمعينا الأعزاء في برنامج متابعات من إذاعة إرينا. أستاذ عثمان معنا؟ نعم. طيب المركز هل عنده مقر خاص به ولا مستأجر مكان؟ المقر من سنة 2000 حتى 2019 المقر كان مؤجر، ولكن في نهاية العام الدراسي اللي هو 2019 صاحب المركز طلب إخلاؤه أو شراؤه، فما استطعنا أن نشتريه وأخليناه وأجرنا مكان آخر، والآن أجرنا لهم مكان آخر حتى لا تنقطع الدراسة، فأجرنا لهم مكان مؤقت، والآن اشترينا لهم قطعة أرض 600 متر مربع، والآن نحن في حاجة لمساعدة لبناء هذه القطعة وهي 600 متر مربع، والآن الحمد لله. نعم. يعني كيف تم شراء قطعة الأرض مساحتها 600 متر؟ والله هنا الجاليات الأفريقية والجاليات الإسلامية الموجودة هنا طرحنا لهم الموقف، وطلبنا منهم المساعدة لشراء هذا المركز لتحفيز القرآن الكريم وللعلوم والدراسات اللغة العربية والدراسات الإسلامية، فساعدونا يعني مشكورين. والآن أمنا لهم يعني قطعة الأرض كلفتنا ل4 مليار سوداني، يعني ما يعادل استرالي وقتها كانت ب 17,000 استرالي. 17,000 دولار استرالي، مبلغ ما سهل. نعم. طيب والآن المركز يعني هل بنيتوا في هذه القطعة ولا لسه؟ تم البناء بمواد أولية زنكي وأشياء وبناية جيدة، ولكن نحن عايزين والآن الطلاب بدل المكان اللي كانوا مأجرينه الآن انتقلوا إلى المكان اللي أجرناه وبنوه بناية أولية حتى لا تنقطع الدراسة. المكان اللي اشتريتوه وحتى نوفر لهم. نعم. المكان اللي اشتريتوه يعني في المكان. أيوة، المكان اللي اشتريناه أيوة تم بناؤه الآن مبدئيا كبداية يعني بزنكي وحاجات يعني خفيفة، يعني بحيث إنه ما تنقطع الصلة بين الطالب والطلبة، الدراسة حتى لا تتوقف. جميل. أستاذ عثمان، المركز فيه داخلية؟ لا، المركز ما فيه داخلية، أغلبهم كلهم من أبناء الحي. من أبناء الحي، بنين وبنات؟ بنين وبنات، وأغلبهم من الناس اللي
الفقراء والناس اللي غير قادرين حتى في المرحلة الأساسية عشان يدخل ولده مثلا عشان دفع الرسوم والحاجات دي ما يستطيعها. فالمركز يأهلهم يعني مجاني في المرحلة دي بنفس المنهج السوداني الموجود. الرسوم السنوية كم للطالب؟ كانت الرسوم الموجودة كانت ب80 جنيه سوداني وقتها، اللي هو ما يعادل $2 أو $3، وده معفي عنها الفقير أو الغير قادر، خاصة اليتامى دول معفين عنها. جميل. ما يتعلق بالمنهج، كلمنا عن المنهج شوية. المنهج تابع لوزارة التعليم والتربية في السودان ولا؟ المنهج هو ما يعادل نفس التربية، اللي هو التربية الدينية اللي هو في تحفيظ القرآن، نفس الموجود في المنهج السوداني، نفس الدراسة هي اللي هي إضافة فيها الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم الساينس يعني. طيب، معناها المركز بحاجة إلى مساعدة ووقفة من الجاليات الموجودة في عموم والله في عموم البلد فعلا نحن في حاجة الآن لبناء هذا المركز ولتطويره، ويعني عشان يكون يعني إن شاء الله مركز تعليمي للناشئين، وثم نعمله إلى الإعدادية والثانوية، وإن شاء الله نحن نتمنى تطويره. وعشان نطوره لابد أنه الآن محتاجين نحن لبنائه، يعني بناية يعني جيدة ومؤسسة. طبعا حاجات كثيرة عايزة الآن إدخال المواسير، إدخال الكهرباء، يعني حاجات كثيرة عايز إنه يتبني في حالة جيدة يعني. طيب، هسي يمكن في ناس بيستمعوا لنا ودايرين يتبرعوا للمركز، كيف ممكن الواحد يتبرع للمركز؟ ممكن والله عندنا تليفون. نعم، عندنا التلفونات هنا في رقم موجود، اللي هو اللي يحب يتصل مثلا بالسودان، داخل السودان، اللي هو الدكتور محمد أحمد إبراهيم، اللي هو 9-6-8-2-8-3-013. جميل. ده هو مدير المدرسة؟ ده مدير المدرسة. طيب، وفي عندك اسم آخر؟ اسم آخر موجود في رقم ثاني هنا من اللي هو من داخل استراليا أو من الخارج. عندنا اللي هو الرقم 0424889190. طيب، جميل. يقول مين؟ يقول عثمان موسى أو عثمان فاكاي. طيب سيد عثمان، وخارج أوروبا وأمريكا ما في ناس؟ عندنا الأخ طاهر ندول، اللي هو المسؤول في أمريكا، والآن ما استحضر رقم التلفون بتاعته، لكن هو مندوب موجود اللي هو مسؤول في أمريكا. جميل. ما في ناس يعني أبدوا استعدادهم للتبرع الشهري حتى لو حاجة رمزية؟ والله حتى الآن ما في أي حاجة ثابتة رسميا، ما عدا التبرعات اللي قمنا بها يعني. بالنسبة للرقم اللي هو رقم الحساب من الداخل هنا في ميلبورن أو في أستراليا، ممكن نكتب لهم لو نديكم، لو تحطهم في الشاشة يعني، أو نديك الرقم. نحن في الإذاعة طبعا، تقدر تقول الرقم؟ أيوة، اللي هو BSB 063146. جميل. الرقم الحساب 10831759. طيب، شكرا أستاذ عثمان. أكبر التحديات اللي بتواجه المركز شنو غير الجانب المالي، وأنتم في التأسيس عندكم مشكلات تانية؟ والله عندنا مشكلة، عندنا نسبة اليتامى والناس المحتاجين داخل المركز موجودين، والتحديات الآن اللي قاعد تواجه المركز هو يعني اللي هو المنهج، اللي هو طبع المنهج
وممكن مقدور عليه، ممكن الحكومة يعني أو المحافظ يعني أبدأ استعداده إنه يقيف مع المركز ويساعدنا فيه. والحاجة الثانية اللي هو البناء المركز. الآن نحن في حاجة إلى بناء هذا المركز، يعني اللي هو يعني عايزين تبرعات لبنائه، يعني دي من أهم حاجات. وتثبيت المعلمين كمان، يعني عايزين يعني تبرعات عشان نثبت المعلمين. جميل جدا. لأن حتى طيب. الآن المعلمين الموجودين كلهم ناس متطوعين، يعني ما عندهم رواتب، متطوعين يعني. كلهم متطوعين. أغلبهم متطوعين يعني. جميل جدا. يجوكم من المعسكرات في ناس يلتحقوا من الطلاب وكده؟ والله في ناس يعني بيلتحقوا، بس ما عندهم الإمكانيات أو الجلوس عشان يقعدوا مثلا في المدينة أو عشان يستمروا. لكن اللي يقعد يقيم يعني الباب مفتوح له يعني، ويتأهل في المركز يعني. جميل جدا. طيب أستاذ عثمان، في نحن قربنا نكمل المقابلة. عندك تجربة قديمة أستاذ عثمان، مثلا إنه الفكرة ذاته جات كيف وليه؟ مثلا ما الناس كان ممكن يلتحقوا بالمدارس الموجودة في مدينة القضارف. هل انطلقتوا أنتم من تجارب سابقة والله واحتجتوا المشاكل؟ الصدفة اللي هذه مادة صدفة جت من خلال التجارب، لأنه أغلب الناس ما عندها الإمكانيات عشان تندمج في المدارس، ما عندها إمكانيات عشان تدفع الرسوم. ورأينا إنه يعني نبدأ بتحفيز القرآن الكريم، فالناس اللي هو أهل الخير اللي بيتبرعوا، فرأوا إنه لما شافوا المركز والدكتور وزملائه اللجنة المحلية، لما شافوهم ناس يعني يخدموا ولخدمة الناس دول، يعني متطوعين ومتبرعين، شافوا انه توسيعة يعني. لكن كبداية المركز اصلا الفكرة بتاعته كانت انه ايه، يعني رفع الأمية ورفع الجهل بصفة عامة، وبصفة خاصة يعني لازم انه الانسان يقرأ ويكتب من خلال التعليم الخلوة لتحفيظ القرآن الكريم. ودي اللي كان شاغلنا أكثر، إنه نرفع نحو الأمية. دي كانت البداية يعني. نعم، 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 جميل جدا. نحن في ختام هذا اللقاء بنشكرك السيد عثمان موسى فاكاي، عضو اللجنة المهتمة بمساعدة مدرسة أبو هريرة في مدينة القضارف. وفي ختام هذا اللقاء برضو نحن بنهيب بالمستمع الكريم إنه يقيف مع هذه المدرسة والمراكز التعليمية الأخرى ويدعمها بالمستطاع. في ختام هذا اللقاء، هل عندك كلمة تقولها للمستمعين أول الكرام آه، في السودان وفي المهاجر والشتات يعني؟ أولا يعني أشكركم شكرا جزيلا لاهتمامكم ولهذه المقابلة، الفرصة اللي أتحتوها لنا. وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتكم، وبكل حرف من القرآن الكريم يقرأ في هذا أو يحفظ في هذا المركز إن شاء الله تكون بحسنة لكم إن شاء الله. والحاجة الثانية إنه يا ريت الناس تهتم بهذه الأشياء البسيطة، حتى الناس تلتف على عمل الخير، ونعود أنفسنا ونعود أصدقائنا وإخواننا لهذا العمل يعني. لأن اليوم التعليم يعني بقى أساسي، والتعليم هو يعني الشريان الحياة اليوم. ونتمنى إن شاء الله إنه كل من يسمعنا الآن ولو بشيء بسيط يتبرع. وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم. شكرا جزيلا السيد عثمان موسى فاكاي، عضو اللجنة المهتمة بمركز أبو هريرة التعليمي في مدينة القضارف. ونهيب وكذلك يعني نقدم التحية والتقدير للمعلمين المتطوعين، ونسأل الله إنه ربنا برضو يوفق الطلبة المنضوين في المركز. شكرا لك شيخنا عثمان، وإن شاء الله نلتقي بكم في لقاء آخر. شكرا لك وللزملاء كلهم والمهتمين بإدارة هذا الإذاعة. شكرا لك. شكرا لك أبو عفان، وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء. تحياتي محدثكم أحمد شريف
برفقة الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. منظمة الشفافية الدولية تصنف إريتريا ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. في تقريرها السنوي عن الفساد في العالم لسنة 2020 صنفت منظمة الشفافية الدولية Transparency International إريتريا في المركز 169 من إجمالي الدول البالغ عددها 180 دولة، وحصلت إريتريا على 21 درجة من 100 في مقياس الفساد الذي تعتمده المنظمة ذات الصدقية العالية، ويعتمد المقياس على وجود ميزانية واضحة وشفافة للدولة واعتماد الشفافية والمحاسبة الإدارية والقانونية وحسن توظيف المال العام وقلة فساد الحكام. ومنذ تحرير إريتريا في عام 1961 لا تعرف للدولة ميزانية معلنة في وسائل الإعلام، ولا تعرف كذلك عوائد وسبل صرف مدخلات السلع الوطنية مثل الملح والذهب والنحاس والأسماك والصادرات الزراعية. الجامعة العربية تعلن مساندتها للسودان حول الخلاف الحدودي مع إثيوبيا. قالت وكالة السودان للأنباء أن جامعة الدول العربية أعلنت التزامها الكامل والثابت بسيادة وحدة أراضي دولها الأعضاء، مؤكدة في هذا الصدد وقوفها مع السودان في كل ما يتخذ من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادة أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها. تسمية السفير الأماراتي إلى إسرائيل. أدى السفير محمد محمود آل خاجة اليمين الدستوري أمام نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم كأول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل. وجاءت تسمية السفير الأماراتي بعد 4 أشهر من توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلي الأماراتي، والتي تعهدت بإحلال السلام بين البلدين وتطبيع العلاقات الثنائية، إضافة إلى اجتثاث الفكر المتطرف في المنطقة وإنهاء النزاعات ومنح الأطفال مستقبلا أفضل. رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعلن عن خطط لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اقتحام الكونغرس. ذكرت البي بي سي في خبر لها من واشنطن أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت أن الكونغرس سوف يشكل لجنة خارجية مستقلة للتحقيق في الهجوم الذي تعرض له مقر الكابيتول في 6 يناير الماضي. وأوضحت بيلوسي في خطاب أرسلته إلى أعضاء الكونغرس أن هذه اللجنة سوف تشكل على غرار التحقيق في هجمات 11 من سبتمبر من عام 2001. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. به نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.